مساء الخير. مبدئيا انا بتكلم دلوقتي مش بتكلم باسم الحزب، لان حزب التحالف من الاحزاب الجديده اللي نشأت بعد الثوره، ولسه كل الناس اللي في الحزب مش متفقه على رؤيه واحده للحظه، ولسه النقاشات مستمره عشان نطلع برؤيه. فانا اللي هتكلم فيه دلوقتي هيبقى رؤيتي انا الشخصيه وتحليلي انا للحظه. يعني طبعا الكلام اللي قاله استاذ مصطفى وعم كمال قال كتير من اللي انا كنت عايز اقوله، بس في كام نقطه انا عايز اركز عليهم. ممكن اكون مختلف شويه مع عم كمال في كام نقطه، مع استاذ مصطفى في كام نقطه، فانا اركز على النقط اللي انا شايفها محوريه. طبعا كلنا متفقين ان الثوره المصريه دلوقتي في ازمه. في ازمه عميقه نتيجه ان ثوره قامت بيها طبقه وسطى. الحقيقه الثوره اللي ابتدتها مجموعه شباب هم اللي اتحركوا، ما كانش في بذور للحركه دي في قلب المجتمع بخلاف بعض الحركات العماليه قبلها اللي هي ما كانتش واصله لكل المناطق الجغرافيه. فاللي اتحرك في الثوره في الاساس طبقه وسطى، او تحديدا اللي قال عليه البرجوازيه الصغيره والنخب المثقفين. فاحنا في الوضع ده الطبقه الوسطى او البرجوازيه الصغيره بتبتدي ثوره ما بتعرفش تقتلها. اللي بيخلص الثوره هي الطبقه العامه اللي هي ابتدت تدخل في جو الثوره في اخر 3 ايام من الاعتصام بتاع يناير 2011. يعني من 9 ل 11 ابتدى اضرابات في كل القطاعات العماليه تقريبا لغايه لما وصل ان المجلس العسكري حسن النظام بتاعه انهار، فضحى بمبارك في سبيل ان هو يحفظ النظام. بعد كده دخلنا في الديليما اللي احنا فيها دلوقتي، ازاي نفصل العمال دول عن الشباب والطبقه الوسطى اللي كانوا نزلوا في البدايه، ونفصل النضالين عن بعض ونصور ان الوضع مختلف، وان في نضال سياسي لتاسيس الجمهوريه الثانيه، وفي نضالات فئويه ومطالب فئويه ليها علاقه بالناس اللي عايزه تاخد امتيازات اكتر ومش وقته واقتصاد البلد مش هيتحقق. فوصلنا للازمه دي ان بقى في انفصال تام ما بين القوى الاجتماعيه والقوى السياسيه. الحقيقه انا تصوري ان الانفصال ده هو اول خطوه في تصفيه الثوره. يعني المجلس العسكري مدرك تماما ان اي ما كانت قوه الطليعه الثوريه اللي بتقعد في الميادين او النخب اللي بتقعد في الميادين هي مش هتقدر تكمل الثوره، ما عندهاش في الحقيقه مشروع بديل تقدمه. ودي الازمه اللي احنا فيها، مفيش سلطه بديله تقدمها للناس بديل عن سلطه المجلس العسكري. وده كان بيظهر في الخلافات المستمره ما بين المجلس الرئاسي المدني وما بين ان يبقى فيه انتخابات برلمانيه وما بين انتخابات الرئاسه. الحقيقه دي النقطه اللي احنا واقفين عندها، ان في قوى اجتماعيه هي عندها استعداد تشارك في الثوره، لكن نتيجه الازمات اللي افتعلها المجلس العسكري ونتيجه اداء القوى السياسيه اللي انفصلت عن القوى الاجتماعيه دي في لحظات كتيره واتخلت عنها في لحظات كتيره، بدايه من اول اعتداء على العمال بالشرطه العسكريه كان في شهر مارس اعتقد، لغايه كل الانتهاكات اللي بتحصل للعمال دلوقتي والقوى السياسيه المنفصله. فوصلنا ان قمه الحركه السياسيه بتيجي في قاع الحركه العماليه والعكس بالعكس. وده تجلى في الدعوه بتاعت اضراب 11 فبراير اللي هي مفيش كلام، يعني مفيش داعي اتكلم فيها كتير، بس هي دعوه نخبويه جسدت الازمه اوضح ما يكون، ان العمال فاقدين الثقه في السياسيين. ما عندهمش استعداد يتحركوا عشان مشروع سياسي. لان بالنسبه لهم السياسيين دول استغلوهم لغايه اسقاط مبارك وبعد كده تخلوا عنهم وجروا ورا مصالحهم الخاصه. في السياق ده احنا قدام ثوره مجهله. الثوره احنا مش عارفين، او مش احنا، الناس مش عارفه الثوره عايزه توصل لايه. يعني كل الناس بتقول ثوره، ويجي ناس مرشحين في انتخابات الرئاسه يقولوا ان هم مرشحين ثوره، وتبص على المرشحين تلاقيهم من اقصى اليمين لاقصى اليسار وبرضه مرشحين ثوره. يعني حازم صلاح ابو اسماعيل كان مرشح ثوره، وعبد المنعم ابو فتوح مرشح ثوره، وحمدين صباحي مرشح ثوره، وخالد علي مرشح ثوره، برغم التباين وحتى عمرو موسى يعني ما جاتلوش الجرأه ان يقول على نفسه كده، بس يعني لو كنا في سياق تاني كان ممكن يقول على نفسه مرشح ثوره. فهي الحقيقه دي بتكشف ازمه الثوره. انهي برنامج من الاربعه دول بيعبر عن الثوره؟ دي ازمه الثوره اللي احنا فيها، الثوره مجهله مش محط لها افق تتحرك فيه. انا في تصوري الثوره دي عشان تكمل، عشان تبقى تحقق انجازاتها، لازم يتحط فيها الافق الاشتراكي بوضوح. وده ملوش دعوه باقصاء بقى التيارات،
لكن ليه علاقه برؤيتي الاشتراكيه ان هي تمكين اغلبيه الشعب انه يسيطر على مقدراته السياسيه ومقدراته الاقتصاديه. الحقيقه اذا كان الافق ده مش هيتحط بوضوح في الثوره وفي حركه الثوره دي مش هتكمل حتى مهامها السياسيه اللي ليها علاقه بالديمقراطيه البرجوازيه او الديمقراطيه البرلمانيه او غيره، وهيتم اجهاضها وهنرجع تاني للنظام السابق وان كان ببعض التحسينات. في مواجهه ازمات الثوره دي عندنا ثوره مضاده عارفه طريقها كويس وعارفه تعمل تحالف طبقي ما بين قوى يبان ان بينها خلافات، لكن هي في الحقيقه عارفه مصلحتها الطبقيه وعارفه صفها الطبقي بجد. المجلس العسكري، الاخوان المسلمين، والليبراليه المصريه او طلائع او اجزاء من الليبراليه المصريه هم عارفين مصلحتهم فين وعارفين خطوره ان تستمر حركه شعبيه بالطريقه اللي حاصله دلوقتي على مكتسباتهم وعلى مراكزهم. فالثلاثه اتحدوا وان كان بيظهر بعض ظواهر الخلاف ما بينهم، لكن هو في الحقيقه خلاف الخلفاء اللي بيختلفوا على تقاسم الغنائم، لكن اهدافهم واضحه وهي امتداد لاهداف المثلث اللي عم كمال اتكلم عليه، امريكا واسرائيل ودول الخليج وخاصه السعوديه. المثلث الخارجي اللي بيدعم المثلث الداخلي اللي من مصلحته تصفيه الثوره. في السياق ده ممكن نتكلم شويه على انتخابات الرئاسه وعلى واحد زي حازم صلاح واسماعيل، ظاهره حازم صلاح واسماعيل. يعني المجلس العسكري التصوري هو بيراهن على انتخابات الرئاسه ان هي تكون فصل ختام للثوره. والحقيقه ادائنا في الفتره اللي فاتت هو بيساعده ان هو يعمل ده. احنا واصلين لحاله الشعب في حاله احباط وبيقابل بازمات اقتصاديه وازمات امنيه ومناخ شبه فاشل بيشاع في المجتمع، فالناس بتدور على مخلص يجي يحل لها الازمه. وفي مرشحين متقدمين على قائمه الثوره او بيتقال عليهم ان هم مرشحين الثوره، في الحقيقه هم يضمنوا استقرار النظام القائم مش تغييرات ثوريه او نسف النظام القديم، بدايه من الاسلام المتشدد لغايه الناصري. الثلاث اسامي اللي ممكن تكون مطروحه دلوقتي ان هي بتلعب بين القوى اللي كانت مشاركه في الثوره في الرئاسه اللي هم محمد مرسي وعبد المنعم مفتوح وحمدين صباحي، وانا في تصوري الثلاثه يحلوا ازمه النظام ويحلوا للمجلس العسكري والقوى المتحالفه معاه ازمه الثوره. وفي بخلاف المرشحين اللي محسوبين على الثوره في مرشحين هم مرشحين النظام القديم بوضوح وزي عمرو موسى واحمد شفيق. فكلا الحالتين ايا ما كانت النتيجه بتاعت انتخابات الرئاسه، المجلس العسكري مطمن ان انتخابات الرئاسه خلاص مش بتشكل له خطر وهيعيد افراز النظام الجديد ايا ما كان الرئيس. وفي السياق ده هو عنده مهمه ثانيه بيركز عليها دلوقتي ان هو يصفي الطلائع الثوريه، والطلائع الثوريه دي هو بيصفيها بنجاح اللي بيحصل في العباسيه، اللي بيحصل في محمد محمود، ان هو بيجتذبهم للفخاخ المعتاده اللي احنا بننزل فيها وما نقدرش ما ننزلش فيها. بالمناسبه يعني انا مش بقول ده معناه ان احنا ما ننزلش في الحاجات دي، احنا بننزل ولازم ننزل، بس هي في الحقيقه احنا بننزل في سياقات معزوله تستخدم الحوادث دي لتصفيه القوى الفاعله على الارض وبتستخدم لتشويه الثوره والتنفير الناس من الثوره اكثر واكثر. السياق ده ممكن اتكلم شويه على حازم صلاح واسماعيل اللي هو الظاهره بتاعته هي اللي حطتنا في المأزق بتاع العباسيه من الاول بالكتله اللي خلقها. انا في تصوري حازم صلاح واسماعيل كل الاداء اللي عمله وكل النتيجه اللي وصلنا ليها حققت مكاسب للمجلس العسكري. هو كان نازل بعبع للطبقه الوسطى وللاقليات وده بمصلحه المجلس العسكري، عمل كتله اسلاميه خارجه عن الاخوان وعن السلفيين كاحزاب وشايفه ان الاخوان والسلفيين الاحزاب هي فصائل سياسيه متلونه وغير امينه لمنطقها السياسي او لايديولوجيتها الاسلاميه، وبالتالي قصقص ريش الاخوان والسلفيين. ثالث حاجه خلق لنا بؤر توتر ممكن تستخدم على نطاق واسع او نطاق ضيق زي ما حصل في العباسيه لتصفيه بعض من الثوار وتشويه الثوره. في مواجهه ده القوى بتاعت الثوره المضاده اللي عارفه سكتها بتتحرك لتصفيه الثوره بجد. احنا ادائنا السياسي كقوى ثوريه او كيسار تحديدا، لان هو اليسار هو الفاعل على الارض في القوى الثوريه، بعض الاستثناءات من القوى الثانيه بيسمح ان ده يحصل اكتر ونضيع الفرص عليه. بدايه من الاداء
الالترا ليفت اللي هو شايف ان باعتصامنا في ميدان التحرير او في اي ميدان ده ممكن يسقط المجلس العسكري، او حتى بهجومنا على وزاره الدفاع او اعتصامنا قدامها ده ممكن يسقط المجلس العسكري او يسقط النظام، او الاتجاه الاصلاحي اللي شايف ان مفيش طريق وخلاص ندخل في اللعبه بشروطها ونرضى بالنتيجه ايا ما كان. وبين الاثنين احنا عندنا ازمه ثانيه ان احنا ما عندناش فرز طبقي. بتجيلنا فرص ان احنا نعمل فرز طبقي في المجتمع ونطرح شعارات واضحه تبين مين واقف مع الشعارات دي ومين مع مصلحه الناس ومين ضدها، واحنا بنضيعها. في السياق ده في رايي كان موقف مقاطعه الانتخابات البرلمانيه، وفي رايي برضه مقاطعه الانتخابات الرئاسيه اللي انا كنت مع المشاركه فيها مش بمنطق ان هينجح واحد يساري، لكن بمنطق ان تبقى عندنا مساحه نخلق المعركه الاجتماعيه نتقدم للناس يعني ايه مرشح رئاسه من قلب الثوره. ويعني ايه الثلاثه اللي موجودين وبيتقدموا ان هم مرشحين ثوره هم مرشحين النظام ايا ما كانت الطريقه اللي بيتكلموا بيها. الحقيقه احنا بنضيع الفرص دي، واعتقد ان احنا بادائنا ده هنضيع فرص ثانيه كتير. حابب اقول ان الانتخابات اي انتخابات مش بس بنتيجتها لكن بطبيعه المعركه اللي بتخاض فيها الانتخابات. فاذا احنا انسحبنا وقطعنا الانتخابات او قطعنا كل معركه بتتاح لنا ان احنا نطرح فيها خطابنا اللي بيعمل فرز طبقي فعلا في المجتمع، احنا بنسمح للثوره المضاده ان هي تدوس علينا اكتر وان هي تكتم صوتنا اكتر. والرهان على الانتفاضه العماليه او الصحوه العماليه اللي موجوده، انا مع الرهان على الصحوه العماليه، لكن بس ما يبقاش الرهان على الصحوه العماليه، الصحوه العماليه هتكبر وهتقدم السلطه البديله والبديل الثوري، لان ده مع اول رئيس اصلاحي يجي ويقدم مجموعه اصلاحات من اللي احنا ممكن نكون بنتكلم عليها دلوقتي زي الحد الادنى للاجور وزي تثبيت اسعار السلع الاساسيه، جزء كبير من الصحوه العماليه دي هيختفي. لان احنا في الحقيقه ما اشتغلناش في وسط العمال عشان يبنوا سلطتهم البديله، او ما اشتغلناش في وسط المجتمع نقدم تصور للسلطه البديله اللي المفروض تتقدم عشان تصفي السلطه القديمه. في النهايه انا في تصوري ان الفتره اللي جايه محتاجه ان احنا نشتغل بجبهه واسعه ما تفصلش السياسي عن المطلبي، لكن الاولويه فيها تكون لقضايا العداله الاجتماعيه. وفي تصوري ان في 3 قضايا بكل التفاصيل اللي فيهم ممكن تكون هي المحور الاساسي للجبهه دي. اول قضيه ليها علاقه بعلاقات العمل، وازاي نبقى بنقدم علاقات عمل عادله وصولا لغايه لما بنتكلم مع الناس ان في مشكله في نظام العمل المأجور ذاته، ان الناس تشتغل عند ناس ثانيه. تاني حاجه ليها علاقه بالحقوق الاساسيه لكل المصريين، وازاي ان المجتمع مش الدوله في جهاز بيروقراطي لازم يقدم لكل المصريين حزمه من الحقوق الاساسيه، ولازم كل المصريين يحاربوا عشان ياخدوا الحقوق دي. وتالت حاجه ليها علاقه بقضيه الديمقراطيه الشعبيه او ديمقراطيه القواعد، ازاي نبقى بنفعل الناس ان هي تشارك في السلطه لغايه لما تحقق سلطتها عن طريق القواعد. الحقيقه احنا كان عندنا تجربه بتاعت اللجان الشعبيه اللي ظهرت في بدايه الثوره ما عرفناش نستثمرها، وابتدت كتير منها من الكيانات اللي اتجمعت في بدايه الثوره نتيجه ان ما عندهاش رؤيه سياسيه واضحه تقتصر انها بتقدم خدمات مطلبيه يوفروا انبوبه البوتاجاز وغيره. دي حاجات مهمه بس افق السلطه البديله ما كانش مطروح عليها، وده جزء من الازمه بتاعتنا. اخر حاجه انا اتمنى ان احنا نتحرك في الجبهه دي في اسرع ما يمكن، جبهه من نشطاء ومن عمال تتحرك على ال3 محاور دي. اعتقد ان ده ممكن يستثمر المآزق اللي الثوره المضاده بتحط الثوره فيها وتخليها مجالات فعلا لطرح الخطاب الثوري عشان نعمل التغيير اللي احنا عايزينه. شكرا.